ياه، انا نفسي في الجسم المثالي. كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي جه في دماغه صورة او مشهد من فيلم مثلا سوبر هيرو او بطل العالم او بطل كمال اجسام او ملاكم مشهور. كلنا نفسنا في الجسم المثالي، بس لازم الاول نفهم هو في كام جسم مثالي، لان كل واحد فينا بيفكر بعقلية مختلفة على حسب سنه وعلى حسب الحاجات اللي هو بيهتم بيها. ناس بتهتم بعالم السوبر هيروز، مارفل، دي سي، ايرون مان، اكوامان، باتمان. مفيش باتمان اكبر من كده، حط بعرض الاوضه اهو. ثور بقى، جاد اوف ثاندر، الناس دي كلها. وفي ناس تانية مثلا اكبر شويه في السن تقول لك والله انا عايز بس يبقى جسمي كده ايه، ابقى كده تمام كده من هنا، اقدر ادخل القميص في البنطلون او التيشيرت في البنطلون، اروح الاجتماعات الزرار بتاع البليزر ما يتفتقش من عليا، مش عايز اوطي الاقي فخادي من ورا مليانه. لا، جين زي والجيل بتاعي جيل العشرينات بيفكر ان هو احنا عايزين نبقى شريدد. عايز اقف على البحر كده واعمل كده دبل فرونت بايسبس، ماشي، عارف، بشرب حاجه كده، ماسك السيجاره او ماسك الفيب وانفخ كده وشكلي برنس وجسمي مثالي. بقى شباب الساحل، شباب دهب، شباب اللي في شرم الشيخ، وات ايفر. يعني مش بنقول ايه الصح او ايه الغلط، بس كل واحد يفكر بشكل معين. ازيكم يا جماعه؟ معاكم دكتور عطيه، دكتور صيدلي وفتنس كوتش، ودي قناه عطيه فيت لايف. النهارده هنتكلم على الجسم المثالي وانواعه. حاجه من ثلاثه. اول حاجه وهو الجسم اللي من غير كرش، اللي هو بنسميه كده داد بود. اسم اللي هو عادي، مفيش كرش، مفيش بطن بارزه قوي، ابس متحدده او ناشفه، لا عادي، بطن فلات. بني ادم عادي، غالبا بيكون موظف او في بنك او في شركه مثلا، راجل برنس مسقع دماغه، شادد الفيشه، ويعني مركز بس في تاسكات بسيطه في يومه. غالبا بيكون متزوج او مخلف ولد او اتنين، وعادي بالنسبه له جسمه مش اولويه او مش على قائمه الاولويات بالنسبه له. هو عنده زوجه، عنده شغل، عنده محلات بيديرها، عنده حاجات كتير قوي تشغله عن جسمه. هو مش مهووس بجسمه يعني زينا او زي الناس الرياضيين بقى. طيب الناس دي ازاي تقدر توصل للجسم اللي هو العادي السيمبل، اللي هو مش تخين، يعني مش اوبيز او موربيدلي اوبيز، الافريج او النورمال، مثلا من 15 ل 20% بادي فات؟ والله مش مطلوب منك كتير يا اخي الافريج، مطلوب بس انك تنزل تتمرن اي رياضه، مش شرط جيم، مرتين لثلاثه في الاسبوع على الاقل. الكارديو اللي هو التمارين بتاعه الكارديو فاسكولار سيستم، اللي هو الجهاز القلبي والرئوي، لازم تجري تمارين كده بتحرك فيها الدم، بتحرك البلاد فلو عشان مفاصلك وعشان ظهرك وعشان كتافك. تنزل تتمشى، مجرد التمشيه عشان يعني جسمك ما يصديش بمعنى اصح. ومعظم تمارينك بتكون بشده متوسطه، وبارك الله فيما رزق. مطلوب منك اكتر من كده. تاني جسم مثالي معانا بقى وهو الجسم الفات. ده انا بحبه بصراحه، وبكونسيدر ماي سيلف ان انا يعني تبع الجزئيه دي. ومعظم الشباب العشرينات واول الثلاثينات كده. طب الجسم الفت ده بيتميز بايه؟ والله احنا ناس بنحب التمرين، بنتمرن من 4 ل5 مرات في الاسبوع. يومنا ما بيعديش من غير ما نتمرن فيه، يعني هي احلى واجمل ساعه في اليوم. دايما بنتفرج محتوى التيك توك وانستجرام ويوتيوب، كله عندنا عباره عن التمرين والماسلز، الستيج والميداليات، وعارفين انتوا الفايب ده، هو ده اللي احنا بنحبه. نظام التمرين بتاعه بيكون بشده متوسطه لعاليه، يعني بيبقى فيه شويه تشالنج. بنحاول ان احنا دايما نبوش اور سيلف، بنحاول ان احنا من وقت للتاني كده نعمل بي ار، يعني بيرسونال ريكورد، نكسر وزن. لما بيطلع لنا كده 4 عضلات بطن او 6 عضلات، بنبقى بقى بص بنهري الانستجرام، اللي هو واتساب وستوريز، الانستجرام ستوريز، الفيسبوك اللي بينزل على الفيسبوك ويقعد يكتب بقى كلام تحفيزي، اليوتيوب، كل المنصات تلاقينا بننزل عليها صورة بقى واحنا كده وكده. وغالبا يعني بنكون بنتمرن من مرتين لثلاثه كارديو في الاسبوع، عشان بنحاول بقى نحرق الكالوريز اكتر على قد ما نقدر. يعني ممكن مش بنلتزم بالدايت قوي، لكن على الاقل حاسبين سعراتنا. دايما كده الناس اللي بتمشي سوبر ماركت تقعد تفتح الستيكر تشوف ده الهوهوز فيها كام سعره، وكيس الشيبسي 50 جرام ولا 100، والايس كريم ده فيه مش عارف ايه. ومعظم اكلنا بيكون دايت يعني، او بنحاول ان احنا نقنع نفسنا ان هو دايت عشان ناكل من غير ذنب. دي وسيله كويسه، يعني ده لايف ستايل هو في النص، انت ولا اوفر قوي ولا انت برضو اللي هو العادي، لا انت شاب بتحاول تمبروف يور سيلف، وده شيء جميل جدا. ثالث جسم مثالي معانا وهو الاكستريم. جسم المثالي الاكستريم ده هو بتاع ابطال العالم، التشامبيونز، الناس اللي بتنافس في بطولات كمال اجسام، بطولات تعادل، ماتشات كوره مثلا او في الدوري، ابطال مثلا في السباحه، في السكواش، العاب القوه. الناس دي
يعني بتحط جسمها تحت بريشر وضغط كبير جدا. معظمهم بيكون بياخد انابوليك او اندروجينيك ستيرويدز. يعني في ناس كتير قوي بتضطر انها تاخد ستيرويدز بالاجبار. انت عشان تبقى بطل انت لازم تاخد ستيرويدز. رياضه مثلا زي الملاكمه او زي كمال الاجسام او زي المصارعه في الدبليو دبليو اي، ما تقدرش تبقى بالكتله العضليه دي وبالنشافه دي وفي نفس الوقت انت قادر تجري وتتحرك وتطلع على الكورنر وتنط وترمي واحد من فوق القفص. والجو بتاع الدبليو دبليو اي ده ما بيحصلش من غير ستيرويدز. انا وانت ما نقدرش عليه. يعني انت لو عايز تعرف الفرق بين المصارع وبين البني ادم العادي، شوف الفرق مثلا بين اندرتيكر وكين وتريبل اتش مع الحكم. يعني شايف دايما الحكم بيبقى قزم جنبه. انا الحكم ده بيكون طوله 170 180 مثلا، اللي هو بني ادم عادي. البني ادم العادي شوف جنبهم بيبقى بيشيلوه بايد واحده ويحدفوه. فدي الناس الاكستريم اللي عندها حجم عضلي كبير، عندها نشافه عاليه، بياخدوا ستيرويدز، بياكلوا اكل كويس جدا جدا وكواليتي عاليه، بياخدوا فيتامينز ومكملات، وعندهم دكاتره وعندهم متابعه طبيه عاليه جدا. في منهم اللي بيلعب كارديو بشكل يومي بعد ما بيصحى من النوم وقبل الاكل وبعد الاكل وقبل التمرين وبعد التمرين. هي حياته يعني مكتوبه كده في جدول، انت هتصحى تاكل كذا، تتمرن كذا، هتاخد كذا، هتنام، ريبيت لحد ميعاد البطوله بتاعتك او الماتش او المين ايفنت او وات ايفر اللي انت بتنافس فيه. تقول لي بس فرمل يا ريس، انا ولا اكستريم ولا بتاع، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا مش هخش ماتش مع راندي اورتن يفقعني اركي او ينيمني في الارض. انا ماليش يا باشا دعوه بالكلام ده، ولا انا هاخد حقن ولا هاخد اقراص ولا هبلبع حاجه. انا راجل عايز يبقى جسمي حلو، عايز عرقين، عايز عضلات بطن. اقول لك حلو قوي، انت كده بتلعب في الرينج بتاع الجسم المثالي اللي هو الفت للافريج او بتاع الداد بود، اللي هو البني ادم العادي اللي عايز بس جسم حلو، عايز تيشيرت مظبوط، عايز كتاف عريضه، عايز رجلين مرسومه، عايز يبقى المؤخره لا مؤاخذه فلات، رجليه رفيعه، ممكن عنده تثدي او كتافك ساقطه او عامل كده. انت مش عايز كده، انت بني ادم عايز يبقى شكلك كويس. انت طبيعه حياتك وجيناتك وطبيعة شخصيتك مش بتؤهلك انك تبقى بطل عالم في رياضة معينة. we are not made for this. كل واحد له ثريشولد او له سقف كده معين، فما تحاولش ان انت ترهق نفسك ومواردك المادية والمعنوية. لو انت بني ادم عادي بتقارن نفسك بحد اكستريم او مش عادي او ممكن بيأذي نفسه بهرمونات او بيأذي نفسه نفسيا، ان هو حياته كلها مقفوله جوه صاله التدريب او النادي وهو بيتمرن بس فيه. يعني هو بيتمرن بياكل ينام، يتمرن ياكل ينام، يمشي على بروتوكولات معينه. الناس دي حياتها مش فن، انت بتشوف بس اللقطه الحلوه، الصوره الحلوه، لكن ما تحبش تعيش حياته. غالبا انت حياتك احسن منه بكتير. احسب سعراتك، قلل الاكل من بره، اعمل جورنالينج او دون كده التمارين بتاعتك، اكتب انت انا والله الاسبوع ده مرنت كذا وكذا وكذا. مثلا بعد شهر تلاقي نفسك انت مدون تمارين شهر كامل، فتيجي تقارن الشهر اللي فات بالشهر الجديد. انا الشهر اللي فات لعبت 5 تمارين رجل، 4 تمارين صدر، 3 ظهر وباي. والله الشهر ده ممكن اركز على العضله اللي انا ما لعبتهاش كتير الشهر اللي فات. كده تبقى ذكي، تبقى بتسجل وبتدون وبتتراك يور بروجرس عشان انت رقيب على نفسك. لو انت عارف تحسب سعراتك، عارف تتمرن ازاي، عارف تاكل ازاي. ويا جماعه حساب السعرات ده في كل الرياضات، يعني هو مش في الجيم بس. انا بتكلم على الجيم لان هو ده الحته اللي انا يعني بساعد الناس فيها والحته اللي انا بحبها واوريدي عايشها. انا دكتور صيدلي، فانا مدرب شاطر وكمان اثليت شاطر، مش بطل عالم ولكن راجل جسمي كويس، شكلي حلو، يعني محافظ على نفسي عشريناتي، ما باخدش اي ستيرويدز، ما باخدش اي حاجه تضر جسمي، وبحاول اسستينت لحد ما اوصل ال 30 ولا 40 ان عشنا وكان عمر بقى يعني. وانت عارف تعمل كل حاجه لوحدك، جو اون يا باشا وركز في المحتوى مثلا المجاني زي اللي انا بصوره ده. خش عندي على القناه هتلاقي حاجات كتير قوي عن المكملات، عن التستوستيرون، هتستفيد. ولكن لو انت مش عارف تعمل ايه، او الدنيا بالنسبه لك صعبه، او تايه وبتعاني مثلا من مشاكل في النحافه او مشاكل في زياده الوزن، ممكن تتابع معايا. فانا بقدم خدمه الاونلاين كوتشنج كتمرين وتغذيه وادويه، فاقدر اساعدك في انك توصل اللي انت عايزه مده قليله، من غير ما تقعد بقى ترهق نفسك في ان انت تتفرج على 1000 فيديو يوتيوب و500 فيديو عن التغذية، وتقعد تشوف بقى فيديوهات عن المكملات وعن الكيمياء وعن ازاي ده بيستخدم واعراض الجانبية. عشان اجيب لك الخلاصة، اجيب لك يعني ده مش خلاصة، ده خلاصة الخلاصة كمان. قاعد 15 سنة تمرين وتدريب للناس اللي انا بمرنهم معايا. هنيجي نتكلم على جسم مثالي، اقدر احدد بقى انا هدفي ايه. على الاساس ده انا هبذل مجهود معين. انا مش عايز ابذل مجهود ضخم قوي ان انا ابقى بني ادم عادي، او ابذل مجهود قليل قوي ان انا ابقى بطل عالم او بني ادم فت. انت نسبة وتناسب ما بين المجهود وما بين النتيجة اللي انت عايز توصل لها. there is no magic pill، فيش يعني حباية سحرية اللي انا بقيت بطل عالم. ما بتحصلش كده، انت بتقعد تخطط لها سنين.
او انت ده هدفك، كل حاجه كده ايه مكتوبه بالورقه والقلم يعني. فاهم قصدي؟ كل واحد فيكم يقول لي ايه الجسم المثالي اللي هو نفسه فيه في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك يا جماعه، وشيروا الفيديو ده مع الناس اللي شايفين انه ممكن يستفيد. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.